السلام عليكم. وقبل ما نبداو ما تنسوش الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا يا الحبيبة، يا نور هاد البيت. كي دايره مع هاد الوقت وكي دايره مع صحيحتك؟ عارفة باللي الجو بدا كيبرد، ومع هاد البرد كنزيدو نتغطاو وكنبداو نلبسو في الدار الكولونات والسراول الطوال والبيجامات الغلاظ، بحال الا كنخبيو شي حاجه ما بغيناش نشوفوها وما بغيناش حتى حد يشوفها. شحال هادي ما شفتي في مرايتك وتاملتي في ذاتك؟ ماشي داك الشوفان ديال الزربه وانتي كتجري باش تقادي الزيف وتخرجي توصلي الدراري للمدرسه، ولا كتوصلي وجهك بالزربه قبل ما يفيق راجلك. لا، كنهضر على الشوفه ديال واش انا راضيه على هاد الجسم. عارفه وحاسه بك مزيان، عارفه ديك اللحظه فاش كتحيدي حوايجك في الدوش في الليل وكدوزي يدك على دراعك من اللور او على فخاضك وكتحسي بداك الملمس الحرش، بحال الكاغيط الحرش او بحال جلده ديال الدجاجه محبب ومشوك، وكتقولي مع راسك بصوت مخنوق: يا ربي واش هذه هي انا؟ فين مشات ديك الرطوبيه ديال شحال هادي؟ علاش لحمي ولا هكا بحال شي ارض ناشفه؟ والمشكل يا حبيبه ماشي غير في الملمس، المشكل في داك الصوت اللي لداخل كيقول لك انتي السبب، حيت مفرطه في راسك، حيت ما بقاتش عندك القانه، شرفتي قبل الوقت، وكتحسي بواحد النوع من الحشمه كتخليك تطفي الضو بالزربه وتلبسي دغيا وتهربي من مواجهه نفسك وحتى من لمسه شريك حياتك. اليوم بغيتك توقفي هاد الهروب. اليوم غادا نحط يدي في يدك، ماشي باش نلومك ولكن باش نفهمك باللي هادشي اللي فيك راه ماشي وسخ وماشي قلة نظافة وماشي حيت انتي خايبة. هادشي عنده سمية طبية وعنده أسباب، والأهم من هادشي كامل عنده الحل. حل بسيط من قلب دارك ومن صيدليتك وبلا ما تخسري ميزانية الشهر. اليوم تيقي بيا غنرجعو الجلدة كتبري، وجدي ليا كاس اتاي من نعناع، رخي كتافك اللي هازين تقل، وتصنتي ليا بقلبك وعقلك. قبل ما نعطيك الوصفة وقبل ما نقولك سيري شري هادي ولا خلطي هادي، خاصنا نفهمو علاش بزاف ديال العيالات الحدكات والنقيات اللي ريحة نقا كتعطي منهم من راس الدرب كيعانيو من هاد الجلد اللي بحال شي تبوريشه او نقط كحله وحمراء صغار في الرجلين واليدين. اول حاجه اجي نفككو عقده النظافه. حنا كبرنا في ثقافه الحمام المغربي وهاد الشي كنز ومفخره لينا، ولكن تربينا لواحد الفكره غالطه بزاف: الا ما تحكش الجلد حتى يحمار ويخرج الوسخ كحل راك ما غسلتيش. ياك هادشي اللي كنقولو خاص لي نحك حتى نولي كنبري. الحقيقه العلميه الصادمه يا حبيبه هي ان هاد الحاله اللي فيك اللي كنسميوها علميا جلد الاوزه كيراتوسيس بيلاريس هي عدوه الحكان. خليني نشرح لك ببساطه شنو واقع تحت جلدك. الجلد ديالنا كينتج واحد البروتين سميتو الكيراتين. هاد الكيراتين هو اللي كيقصح الضفران والشعر، ووظيفته يحمي الجلد عند شي ناس وبحكم الوراثه، يعني هادشي جايباه من دم والديك. الجلد كينتج هاد البروتين بزاف، فالعوض ما الخلايا الميتة تطيح بوحدها وتغبر، هاد الكيراتين الزايد كيشدها وكيلصقها وكيمشي لفم الزغبة المسام وكيسدها، كيدير بحال شي بوشون أو سدادة صغيرة وقاصحة فوق الزغبة. الزغبة مسكينة كتبغي تخرج كتلقى الباب مسدود بديك القشرة القاصحة، فكتبقى ملوية لداخل، والجلد كينتفخ وكيدير ديك الحبة الحرشة اللي كتحسي بيها تحت صباعك. دابا تخيلي معاي ملي كتشدي الكيس الحرش وكتبداي تحكي بجهد على منطقة ملتهبة أصلا ومسدودة، شنو كيوقع؟ انتي كتقشري الطبقة الفوقانية، ولكن في نفس الوقت كتهيجي الجلد وكتقولي ليه راه كاين هجوم. فالجلد كيبدا كيدافع على راسو وكينتج كيراتين كتر وكتر باش يحمي راسو. يعني كتدخلي في دوامة كتحكي باش يرطاب وهو كيزيد يقصح باش يحمي راسو منك. وزيدي على هادشي المشكل النفسي اللي هو العدو الخفي. حنا العيالات وخصوصا الأمهات تربينا على ثقافة المرأة الشمعة اللي كتحرق راسها باش تضوي على ولادها وراجلها. كنحسو بالذنب إلا جلسنا نص ساعة في الحمام بوحدنا. إلا سديتي عليك الباب وبغيتي ديري شي ماسك ولا غوماج كتسمعي الدقان: ماما فينك، ماما بغيت نشرب، ماما خويا ضربني. وكتقولي صافي خليني نخرج بلاش من هاد الزواق، ولادي هما الاولين في هاد الوقت. هاد الشعور بالذنب وهاد الجري اليومي الماراطوني
كيخلي هرمونات التوتر الكورتيزول طالعه ديما في دمك. والعلم كيقول لنا ان التوتر كينشف الجلد وكيخربق التوازن ديالو، يعني نفسيتك المحروقه كترجم الجلد ناشف وحرش. اذا حنا اليوم غنلقاو الحل، غنتعلموا كيفاش نتعاملوا مع الجلد ديالنا، غنتعاملوا معاه بحال شي توب حرير غالي، ماشي بحال شي زربيه باغا تنفضيها بالعصا. الحل العملي اللي غنعطيك هو عباره على روتين. سمعيني مزيان دابا، جيبي ورقه وستيلو لا كنتي نسايه، واخا هادشي ساهل وما كيتنساش. الهدف من هاد الروتين ماشي نحكو الجلد، الهدف هو ندوبو داك البوشون اللي ساد المسام ونشربو الجلد باش يرطب. غنقسموه ل3 ديال المراحل في وسط الدوش ومورا الدوش وشنو غتلبسي. المرحله الاولى، نساي عليا الكيس في المناطق اللي فيها الحبوب، الذراع، الفخاد. الكيس خليه للظهر والرجلين من التحت. اما المناطق الحساسه اللي فيها جلد الدجاجه فالدواء ديالها في الكوزينه. غادا توجدي واحد المقشر السحري اللي كيجمع بين المتعه والفائده، وهذا الشيء رخيص وموجود في كل دار مغربيه. شكون فينا ما كتشدش ليها القهوه في القطاره؟ ديك الشياطه ما تلوحيهاش. القهوه فيها الكافيين، والكافيين كينشط الدوره الدمويه وكيعاون باش ينقص داك الحميرار. السكر سنيده او السكر الاسمر. علاش السكر؟ حيت الحبيبات ديالو مدورين، ما كيجرحوش بحال الملح، وفيه حمض طبيعي غلايكوليك اسيد كيعاون يذوب الجلد الميت. الزيت البلديه او زيت الكوك، الزيت هو الدرع الواقي، هو اللي غيرطب ويخلي يدك تزلق بلا ما تجرحي جلد. السير الصغير، زيدي قطرات من قشور الحامض محكوكين. علاش؟ باش ملي تكوني كتحكي الريحه تطلع بهاك وتريح اعصابك وتحسي براسك في شي سبا في مراكش، ماشي غير في دوش الدار. الطريقه ديال الاستعمال الصحيحه ملي تكوني في وسط الدوش وجسمك فازق والمسام محلولين بالماء الدافي. وعافاك الماء يكون دافي ماشي طيب كيسلق. الماء الطيب هو العدو ديال الجلد الناشف، كيحيد الزيوت الطبيعيه كامله. شدي شويه من هذا الخليط وبداي تحكي حركات دائريه خفيفه. ركزي على كلمه خفيفه، غير بشويه. حكي الدراع، الفخاد واي بلاصه حرشه. هاد العمليه غتحيد دوك السدادات ديال الكيراتين بلا ما تهيج الجلد، والزيت غيبقى شاد الرطوبه. شللي بالماء وغتحسي بواحد الطبقه زيتيه بقات في جسمك. خليها، ما تغسليهاش بالصابون، خليها. هاديك هي الترطيب الاولي. المرحله الثانيه، هنا فين كاين السر الطبي اللي بزاف ما عارفينوش وكيمشيو يشريو كريمات غاليين ديال الريحه وما كيديروا والو. مورا ما تخرجي من الدوش وتنشفي جسمك بشويه بالفوطه، ماشي بالفريك. خاصك كريم، ولكن ماشي اي كريم. بغيتك تمشي للصيدليه او البارافارماسي وتسولي على كريم فيه ماده سميتها اليوريا. شنو هي هاد اليوريا؟ هاد الماده سبحان الله هي المهندس ديال الجلد. عندها 2 ادوار سحريه، كتقدر تذوب داك السدادات القاصحين اللي حابسين الخلايا الميته، يعني كتقشر كيميائيا بلا حكان، وكتخزن الماء. عندها قدره عجيبه انها تجر الماء لعمق الجلد وتحبسه تما. خودي كريم فيه تركيز 10% إلا كانت حالتك خفيفة، أو 30% للمناطق الحرشة بزاف بحال الكود والركابي والدراع إلا كان محبب بزاف. الثمن ديالها مناسب وكاين ماركات بزاف. هاد الكريم هو الاستثمار الوحيد اللي كنطلب منك ديريه في جمالك. دهنيه يوميا، ماشي غير نهار التحميمة. وإلا قدرتي دهنيه 2 مرات في النهار راك غتشوفي العجب في ظرف سيمانة. المرحلة الثالثة، شنو غتلبسي؟ ساليتي الدهين، ريحتك زوينه، دابا غتلبسي. وعافاك ثم عافاك بعدي من الكولونات والحوايج المزيره اللي كتخنق المسام في الدار. هادوك السراويل الضيقه ديال النيلون او البوليستر راه هما اللي كيخليو الزغبه تدور وترجع لبلاصتها حيت ما لاقياش فين تنفس. الاحتكاك ديال الثوب الصناعي مع الجلد كيولد حراره وكهرباء ساكنه كتزيد تهيج الجلد الاوزه. شنو الحل؟ القطن، ثم القطن. لبسي بيجاما قطنيه واسعه مريحه. القطن كيخلي الجلد يتنفس، كيشرب العرق وما كيديرش احتكاك. تخيلي راسك اميره في بيتها لابسه تيشورت قطني رطب مدهونه ومرتاحه. هذا الاحساس بوحده راه علاج. تصوري معايا النتيجه، النجاح.
دابا بغيتك ترخي معايا، غمضي عينيك الا كنتي جالسه وطلقي خيالك. تخيلي دا 2 سيمانات وانتي متبعه هاد الروتين البسيط. تخيلي نهار السبت في العشيه دخلتي للدوش، درتي داك الكوماج ديال القهوه، الريحه كتعطر في الحمام، خلطه القهوه والزيت كيزلق على جسمك وكتحكي جلدك بشويه. خرجتي دهنتي بديك الكريمه السحريه ديال اليوريا، حسيتي بجلدك شربها بحال الارض العطشانه ملي كطيح عليها الشتا. مشيتي لبيتك، الضو خافت ولبستي بيجامتك القطنيه النقيه. تخشيتي في الفراش واول حاجه غتحسي بها هي داك الملمس. رجليك كيتزلقوا وسط البيجامه من كثره النعومه، ما بقاش داك الصوت الحرش فاش كيتحك الجلد مع الحوايج او الغطا. كدوزي يدك على دراغك وغتلقايه رطب رطب بصح بحال بشره الدراري الصغار. دوك الحبيبات نقصوا بزاف واللون ولا صافي وموحد. غتحسي بواحد الثقه غريبه بدات كترجع ليك. غتحسي باللي هاد الجسم ديالك ملكك، تصالحتي معاه، ما بقاش عبء عليك ولا مصدر خجل، بالعكس ولا مصدر راحه. وفي ديك اللحظه ملي غيجي ولدك الصغير يحط راسو عليك، ما غتكمشيش وما غتقوليش ليه بعد مني، بالعكس غتحسي بديك اللمسه الناعمه كتوصل الحنان لقلبه وقلبك. حيت النعومه يا حبيبه ماشي غير في الجلد، راه كتوصل حتى للروح. ملي كتحسي براسك رطبه ونقيه، حتى تعاملك مع المشاكل كيولي فيه ليونه. كتحسي باللي خزان الصبر ديالك عامر حيت تخليتي في المصدر. وتفكري المثل المغربي اللي كيقول الزين يحشم على زينو والخايب غير لهداه الله. وانتي تبارك الله زينك كاين والهمه كاينه، خاصها غير اللي ينفض عليها الغبره ديال تماره. الهموم والمشاكل ما كتسالاش، الا بقيتي كتسناي حتى تسالي المشاكل عاد تهلاي في راسك، عمرك غتهلاي فيه. خاصك تسرقي هاد اللحظات. خلاصه القول يا لاله، جسمك امانه عندك، هو الدار اللي ساكنه فيها روحك. ولا الدار تريب وحيوطها وتقشرات صباغتها، الروح اللي لداخل ما كترتاحش. التحدي ديال هاد الحلقه بغيتك اليوم ماشي غدا ديري 2 حوايج. الخطوه الاولى، هبطي للصيدليه وشري كريم اليوريا، راه الثمن ديالو ما غاليش بزاف وكيدي مده طويله. الخطوه الثانيه، الليله ملي نعسو الدراري ويسكت الصداع، دخلي للكوزينه، خلطي القهوه والسكر والزيت وسيري للدوش. سدي عليك الباب وقولي لراسك هاد 20 دقيقه ديالي ومن حقي وما غنتنازلش عليها. تهلاي في دوك اليدين اللي هازين القفه والدراري، وتهلاي في دوك الرجيليات اللي واقفين في الكوزينه نهار كامل. دلكيهم بديك الزويته وحمد الله وشكريه، وقولي لجسمك شكرا حيت صابر معايا. وتفكري دايما تهلاي في راسك حيت حتى حد ما غيتهلا فيك اكثر منك. وملي تكوني مرتاحه وراضيه على راسك، راه ديك الطاقه الايجابيه والريحه الطيبه غادي تضوي على دار كامله وعلى راجلك وعلى وليداتك. الام المرتاحه كتصنع بيت سعيد، والام المحروقه كتحرق اللي دايرين بها بلا ما تحس. قبل ما نختم بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع كيحرقني في قلبي وكنت كنشوفه كل نهار في مواقع التواصل الاجتماعي. ياك حنا خواتات وخواتات كيصارحوا بعضياتهم، عافاك ثم عافاك ما تكونيش حقل تجارب. كنشوف بنات صغار وعيالات كبار كيشدوا وصفات من الانترنت وكيطبقوها على وجههم وجسمهم بلا ما يفكروا. خلطي الحامض مع البيكربونات، ديري المعجون الحبوب، شري هاد الكريم المخلط من عند فلانه كيبيض في 3 ايام. هاد الشيء راه جريمه في حق بشرتك. واش عارفه باللي الحامض يقدر يحرق لك الجلده ويخلي بقع كحله عمرها ما تحيد الا تعرضتي للشمس؟ واش عارفه باللي داك المؤثر او المؤثره اللي كيحلف لك بالله ان الوصفه فعاله راه غالبا همهم الوحيد هو المشاهدات واللايكات؟ وهما كيصوروا الفيديو كياخذوا الفلوس ديال الاشهار وانتي كتطبقي وجلدك هو اللي كيدفع الثمن. القاعده الذهبيه اللي بغيتك تحفظيها، فهمي المشكل قبل ما تقلبي على الحل. ماشي اي حاجه تصلح لصاحبتك غتصلح ليك. بشرتك واش ناشفه، واش حساسه، واش دهنيه؟ ملي كيكون عندك مشكل ما تمشيش عند مولات اليوتيوب، سيري عند اهل الاختصاص او على الاقل بحثي في مصادر طبيه الموثوقه. راه الجسد ديالك هو الدار الوحيده اللي غتعيشي فيها طول حياتك، ما طريبيهاش بيدك. فاش تشوفي شي فيديو فيه خلطه سحريه سولي راسك واش هاد الشخص باحث في هاد الشيء مزيان، واش هاد الشيء منطقي. الجمال الحقيقي كيبدا بالوعي ماشي بالوصفات العشوائيه.
نتلاقاو في الحلقة الجاية باش نزيدو نرتبو ركن آخر من أركان بيتك. خليت لكم الراحة وبسلام عليكم.